هل تعلم يا علي أن الكالسيوم ليس فقط موجوداً في الحليب والجبن، بل هو مسؤول أيضاً عن الكثير من وظائف الجسم الحيوية؟ الكالسيوم؟ أكيد نعرف إنه مهم للعظام، لكن ما هي بالضبط الوظائف التي تتحدث عنها؟ بصراحة هو أكثر مما نتخيل. الكالسيوم أساسي للحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضرباته، وحتى المساعدة في نقل الإشارات بين أعصابك وعضلاتك. تخيل هذا! ولماذا إذن يتحدث الجميع فقط عن العظام؟ لأن العظام هي المخزن الأساسي للكالسيوم في الجسم، لكن نقصه لا يؤثر فقط عليها. مثلا نقص الكالسيوم قد يسبب تقلصات عضلية مؤلمة، هشاشة عظام، وحتى مشكلات في التركيز. صحيح. وماذا عن زيادته؟ من الممكن أن يحدث ذلك، أليس كذلك؟ بالطبع، بالطبع، زيادة الكالسيوم ممكن تسبب حصوات في الكلى وعدم انتظام ضربات القلب وحتى الغثيان. التوازن هو الأساس يا صاحبي. طيب، إيه أحسن مصادر طبيعية للكالسيوم؟ غير اللبن طبعا. في كتير يا علي: السبانخ، البروكلي، اللوز والسردين، كلهم غنيين بالكالسيوم، وحتى بعض الأطعمة المدعمة زي عصير البرتقال. والكالسيوم مش بس في المنتجات الحيوانية، النباتيين ليهم اختياراتهم برضو. جميل جدا. بس عندي سؤال تاني، إزاي نتأكد إننا بناخد الكمية المناسبة؟ الموضوع بسيط. البالغين يحتاجون من 1000 إلى 1200 ملغرام من الكالسيوم يومياً. نوع مصادر الكالسيوم في أكلك، وما تعتمدش على المكملات الغذائية وبس. والرياضة بتقوي امتصاص العظام للكالسيوم. شكلك بقيت خبير تغذية. تكوكي، مجرد قريت شوية. بس أهم نصيحة: الانتظام، مش الكمية الكبيرة هي المهمة. المهم إن الجسم ياخد احتياجاته يوميا وبشكل متوازن. تمام. يلا نبدأ يومنا بشوية كالسيوم.